مساء الخير يا وجوه الخير. مرحبا بكم في كوزينتي، كوزينة أم ماريا. اليوم جبت لكم لوبيا بيضة اللي قاع نبغوها، وهي كما يقول لك أكلات ولا الوصفة تاع القلاليل. أنا قليلة جبت لكم اليوم لوبيا بيضة. الشيء اللي زدتها عليها هي العنصر اللي شباب وزاد لها بنة خايل، هو المركز. احنا نبداو اختي بسم الله على بركة الله. نفخو اللوبيا تاعنا، كنت منفختها من قبل بنهار، زعما غدوة باغي نديرها، نفخها اليوم في الماء. نديرها الماء ونخليها تنفخ لي في الماء نهار كومبلي، وغدوة ما ندير الماء تاعها نقيسه، بصح هي ما نشللهاش. والحاجة اللي تزيد لك بنة خايل في هذا الوصفة اللي هو المرقاز. كيما انا اختي هذه الوصفه، هذه اللوبيا البيضاء غادي نقليها غير بالزيت تاع المرقاز. انا دوكا كنت موجده حبات تاع مرقاز كانوا عندي، ماشي بزاف اختي، 20 ميل تجيب لك حبات هاك، واحد 6 حبات ولا 8 تاع مرقاز. نقليهم كي نقليهم غايه الغايه يطيبونا عاد هذاك الزيت اللي يهود، تحيدي الحبات تاع المرقاز بجهه، والزيت تاعها هو اللي غادي تقلي بيه المرقه تاعك تاع اللوبيا. شوفي الزيت اختي، راكي تشوفي الزيت ما شاء الله، وهو السر اللي يعطينا البنه في اللوبيا البيضاء. اللوبيا تاعنا كي تشوفي اختي تنفخت، ما شاء الله الحبه تاعها ضاعف الحجم تاعها. واني كنت موجده شويه تاع بصل وشويه تاع حار، طوماطيس تاع قوطي وورقه تاع رند وشويه ثوم وشويه قزبر ولي زيبيس اختي اللي يكون عندك، نديرهم كاع في الكيكوطه تاعي ونخليهم بالزيت تاع المرقاز. كيما راكي تشوفي اختي هكا ندير لهم الزيت تاع المرقاز ولي زيبيس كيما قلت لك اللي يكونوا متوفرين عندك. انا عندي كركم وعندي راس الحانوت وعندي شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع ملح. وما تكتريلهاش اختي الماء ما تكتريهاش، نحملو عليها في الكيكوطه ما تسحقش الماء بزاف. راكي تشوفي دوكا نهودو على هذاك الزيت. نقلو هذوك المكونات تاعنا كاع بالزيت تاع المرقاز كيما راكي تشوفي اختي، اي تبان لاصوص شابه وخاطره. وكيما قلت لك الماء ما نكترولهاش بزاف خاطر نبلعو عليها في الكيكوطه، واللوبيا راهي طايبه بخاسك راهي مشمخه من قبل. وهي وصفه سهله وبنينه واقتصاديه وما تديلكش وقت اختي. تفكروني بدعوه الخير، باللايك، باشتراك باش يوصلكم كل جديد. ماذا بيا ان تدعموا القناه تاعي. الحار تاعي ندير غير على التالي، تاكدي اختي الحار ديفا يديرها بيا نتاكد باللي ماهوش متقوب. وفي التالي اختي ما با 20 دقيقه اللوبيا تاعي تكون واجده ما شاء الله، المرقه تاعها خاطره كيما راكي تشوفي الله يبارك. في التالي هذوك الحبات تاع المرقاز اللي كنا مطيبينهم من قبل اللي وخرناهم بجهه، تقطعيهم ولا ديرهم كيما راهم في لاصوص تاعك هذيك، وتبلعي ما با 2 دقائق يتشربوا شويه لاصوص ويطلقوا ثاني البنه تاعهم في اللوبيا. والنتيجه كيما راكي تشوفي اختي، اللوبيا يتقطع عليها الصبع بالامانه، جاتني خيال بنه هبال، ولادي والله ما شبعوا منها. جربيها اختي، نتمنى تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم.
خلوا لي في التعليقات. ما على باليش. نتقبل الآراء تاعكم بصدر رحب، سواء بالنقد ولا نتقبل النصائح تاعكم. ماذا بيا انا باش تدعموا القناة تاعي باش تزيد تتطور. كاش حاجة تشوفوها ناقصة، حاجة تبغوني نديرها لكم، وفي التالي نقول لكم تهلاو لي في راحتكم. لايكيت لايكيت وبارطاج، ومع السلامة في الوصفات الجاية إن شاء الله. نوعدكم بالجديد. كونوا معايا ونكون معاكم، والله يدومها إن شاء الله محبة يا رب. وإلى اللقاء في الوصفة الجاية.